ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفة النهارده للناس اللي ما بتحبش الكوسة قوي او بتبقى مستصعبة خطوات المحشي، فالوصفة بتاعت النهارده هتعجبك جدا، سهلة قوي، ما بتاخدش منك اي وقت خالص في التحضير. حرفيا طعمها تحفة. يعني هتخلصي الصينية من اول لاخر صباع، حرفيا تحفة. عشان ما اطولش عليكم يلا بينا نبتدي على طول الفيديو. سوشيال لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة لو عجبكم الفيديو. هجيب بقى الكبة وابدأ اخلط الخضرة بتاعتي. انا جبت شبت، كزبرة، وبقدونس. عدد الربطات اللي هتستخدميها يعني على حسب الكمية بتاعت المحشي اللي انت هتستخدميها. انا ده كان تقريبا كيلو كوسة، كنت جايباها كيلو كوسة متقورة اصلا جاهزة، يعني مش انا اللي مقوراها في البيت. فتقريبا كيلو خد معايا ربطتين بقدونس، ربطة كزبرة، وربطة شبت. ممكن تقللي وتزودي، بس الحاجتين الاساسيتين معاكي اللي مش هنشيلهم الشبت والبقدونس. بعد كده بتقدري يعني تغيري في المقدار اللي عندك يعني براحتك. حطيتهم في الكبة، تقدر يعني ممكن تقطعيهم بالسكينة، ممكن نقطعهم بالمخرطة عادي، وممكن نحطهم في الكبة. انا بستسهل واحطهم في الكبة، بس بضرب ضربات متقطعة في الكبة علشان ما توصلش ان الخضر ما تبقاش عامله زي العصير معايا في الكبة او تطلع سوائل، لا بقطعها بحيث ان انا كأني قطعتها بالسكينة بالظبط. ده شكلها في الكبة بعد ما خلطتها. بصي هتلاقي الخضرة مش ما فيهاش مية، هي متقطعة كأنك مقطعة بالسكينة بس بدقة شوية. هحط بقى البقدونس في الطبق وابدأ احط المكونات. غسلت كوبايتين رز مصري مغسول مش منقوع، يعني ما نقعتش الرز، لا غسلته بس كويس وصفيته، يعني بغسله كذا مرة وارمي المية وارجع اغسله تاني وارمي المية اللي انا غسلته بيها، وهكذا 3 4 مرات لغاية ما احس ان المية بقت صافية معايا في غسيل الرز. بعد كده هحطه بقى على البقدونس والكزبرة والشبت. هحط معلقتين صلصة، معلقتين او 3 معالق على حسب المعلقة بتاعتك، يعني حجمها قد ايه. بس انا مثلا حطيت 3 معالق صلصة كبار علشان تبقى فيها محمرة كده، لان انا مش هحط طماطم، فانا معتمدة تقريبا اعتمادي كلي على الصلصة. فهقلب بقى كويس لغايه ما احس ان الرز بقى لونه محمر. ما دام محمر خلاص انا مش محتاجه احط صلصه تاني. طب قلتي وحسيتي مثلا ان الصلصه لونها مثلا بهتان ومش ظاهر قوي، ممكن تزودي معلقه صلصه كمان، بس ما تزوديش قوي علشان ما تبقاش الصلصه تقيله فيها قوي. هقلبهم بقى كويس علشان الصلصه تبقى داخله في كل خليط المحشي. يعني كل الرز عندي يبقى متغلف كويس قوي. هحط فلفل وهحط ملح حسب اللي انا عايزاه، كده كده انا اقدر ادوق الرز مفيش مشكله، يعني هتحطي الملح وتبداي تظبطي الملح بتاعك وانتي في الخطوه دي عادي مفيش مشكله. وهحط عليهم كمان ربع كوبايه زيت. انا حطيت ربع كوبايه الزيت بس حطيتها كان الكاميرا فصلت فما ظهرش ان انا حطيت الزيت، بس حطيت ربع كوبايه زيت. هجيب بقى بصلة كبيرة، او تقريبا ممكن لو الكمية عندك كبيرة ممكن تستخدمي بصلتين مثلا متوسطين او بصلتين كبار عادي، يعني هي البصل النسبة والتناسب يعني مش قاعدة لازم ايه، بس هو لازم بصل معانا بس كميته قد ايه على حسب ما انت عايزة. لان الخلطة دي سريعة فانا مش هحطه في زيت ومش هصفر البصلة ومش يعني مش هديها تشويحة كده على النار. هحطها كده، يعني المحشي عندي ني في ني، مش هعمل فيها تسبيكه خالص. ممكن لو انت عايزاه يبقى مسبك شويه ممكن تحطي البصله ديت تحطيها في معلقتين زيت وتشوحيهم على النار لغايه ما لونها يحمر معاكي شويه كده، وبعدين تضيفيها على الخليط برضو بتاعك براحتك. بس انا يعني حبيت ان تكون وصفه النهارده تكون سريعه معانا، ما تاخدش وقت خالص، علشان ما يبقاش يعني ما تبقاش مستصعبه عمايل المحشي، فنفس الطعم تقريبا في الاخر. مش هيكون في التسبيكة العالية قوي، بس تقريبا ما تفرقوش عن المحشي اللي هيتعمل فيه البصلة متصفرة. ده بقى الكوسة، بس ما كانتش دي الكمية كلها، يعني انا هوريكي بس ازاي هنحشي الكوسة، وهروح بقى بعد كده اكمل انا الكمية بعد كده انا.
غسلت الكوسه كويس، ونضفتها واتاكدت ان ما فيهاش اي بقايا يعني من التقوير او كده. هبدا بقى احشيها بالرز. مش عايزه اكربس الرز جامد قوي في الكوسه، يعني هدخل الرز في الكوسه بس ما يبقاش مكتوم رز، يبقى فيه زي هوا. طبعا الكوسه بتبقى جامده ما تقدريش تضغطي عليها قوي، بس مش هكربسه قوي يعني الرز فيها. ومش هخلي الرز طالع من بره الكوسه علشان ما يطلعش بره في الحله بتاعتي او الصينيه بتاعتي اللي انا هرصه فيها. هوريكم برضو صباع كمان وانا بحشيه، وبعد كده هروح اكمل الكميه بقى بعد كده انا واجيلكم واحنا بنرصهم في الصينيه. هجيب الصينية بقى. طبعا محشي الكوسة بيترص نايم، ما بيتحطش زي المحشي ما بيتحطش زي محشي البتنجان واقف او يعني بنرص، هو ما بنرصوش فوق بعض، وبرضه بنرصهم جنب بعض في الصينية. فهجيب صينية او حلة كبيرة على حسب كمان انتي عاملاها يعني، وهرصهم زي داير ما يدور كده حوالين بعض. هحط عليهم شوربة و... وقسمت بقى جزء من الشوربة وحطيت عليه معلقة صلصة علشان يبقى الشوربة اللي هتشربها الكوسة تبقى فيها نوع كده من طعم الصلصة المتسبكة شوية. في الخطوة دي ممكن وحطيت احطها معلقة بقى في زيت الفرن على عشان تاخد وش محمر على كده الشوربة وبألف هنا. بالصلصة ديت، وخلاص أول ما تبدأ تغلي